بسكوت الدقيقة الواحدة. ايوه، بدقيقة واحدة بس هتعملي احلى بسكوت، وكمان بمكونين بس. من غير دقيق، من غير سكر، من غير اي دهون. بسكوت طعمه في منتهى الروعة، بيتعمل في دقايق، مش هياخد منك وقت، وكمان صحي. يلا بينا بقى نشوف الطريقة، يلا معايا. زي ما قلت لكم، بسكوت النهارده هعمله بمكونين بس، واول مكون الموز. طبعا الكميه ممكن تعمليها على حسب الموز اللي هتحطيه. لو موز صغير بتاخدي 4 موزات، لو موز كبير بتعملي موزتين بس. هنا الموز صغير شويه، فعملته على 4 موزات، قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ اهرسهم شوية عشان هضربهم بالهاند بلندر. وكمان عايزة اقولك نوع الموز لازم يكون مستوي شوية عشان يبقى فيه سكر، كمية السكر تبقى كويسة فيه، ما يبقاش طعمه السكر فيه قليل، لان احنا مش هنحط في البسكوت سكر. بضربه بالهاند بلندر كويس جدا لغاية ما يبقى كريمي. ممكن تحطيه في الكبة، ممكن تحطيه في الخلاط، على حسب ما تحبي. انا عايزة بس لغاية ما الموز يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ابدا بقى احط له المكون التاني، والمكون التاني السمسم. هنا 2 سمسم، ببدا احطهم حبه حبه، مش عايزه احطهم كلهم، لان لغايه ما يتكون معايا العجينه ويبدا السمسم ما يلزقش في الطبق او في البوله اللي بستخدمها. حبه حبه كده لغايه ما يختلط مع الموز ويبقى عجينه. هنا انا حطيت حوالي 2 سمسم. 2 سمسم يكونوا مش كبار قوي، يعني الكوبايتين مش كبار، كوبايتين متوسطين. ولغايه ما العجينه اتكونت معايا. وهنا الصاجه حطيت عليها ورقه زبده ودهنتها بالزيت، وابدا بقى ايه العجينه زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. معلقه بحطها في القطاعات بتاعه البسكوت، وابدا اسويها بالمعلقه زي ما انتوا شايفين كده. خلي بالك، خليها رقيقه شويه عشان لما تحطيها في الفرن تبقى مقرمشه. طبعا انا هنا مسخنه الفرن على درجه حراره 200. وابدا بقى ايه اخلص كميه بنفس القطاعه كده، وابدا بقى ايه احط الكميه كلها واسويها بالمعلقه كده بالشكل ده، بالقطاعه كده. سواء بقى تشكليها زي ما انت عايزه، بالقطاعه المدوره، في قطعات كمان بتبقى مربعه، بتبقى اشكال. ممكن تشكليها زي ما انت عايزه. بخلص كل الكميه، والكميه دي عملت لي حوالي 13 بسكوته. طبعا على قد كمان الموز، وعلى قد كمان ممكن تضاعفي الكميه، يعني على قد البسكوت وعلى قد السمسم. عملت لي حوالي 13 بسكوته. طبعا انا قلت لكم ان بحطها في الفرن على درجه، مسخنه الفرن قبل كده على درجه حراره 200، وبحطها لغايه ما تتحمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سيبيها بقى في الفرن لغايه ما يبرد خالص، وبعد كده تطلعيها. وحاولي كمان ان درجه ورقه الزبده تكون كويسه عشان ما تلزقش في قلب ورقه الزبده. يا اما بدال ما تلزق حطيها في الصاجة على طول لو ورقة الزبدة عندك مش كويسة. عشان تعرفي المعلومة دي، لان في ساعات ورقة الزبدة بتلزق في البسكوت او في اي حاجة بتعمليها. ببدأ بقى ايه اقدمهم. وهنا بيبقى جميل جدا مع كوباية شاي الصبح كده تاكليها، هتغنيكي عن اي حاجة تانية. السمسم من الحاجات الجميلة اللي بتبقى فيها كالسيوم، وليه فوائد جميلة جدا للجسم. وطبعا الموز لا يغنى عنه في البوتاسيوم. جميل جدا وحلو جدا، وفيتامينات، بسكوتة كلها فيتامينات، وكمان هيلثي. غير ان هو صحي. ممكن لو اخدتي واحدة مش هيبقى عندك تأنيب ضمير لما تاكليها وانتي عاملة رجيم. جميلة جدا وطعمه جميل جدا ومقرمش كمان. ممكن تحطيه في علبة محكمة بالشكل ده، وممكن يقعد عندك اكتر من اسبوع.
جميل جدا وطعمه في منتهى الروعة. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وكمان يا ريت دعمكم واشتراككم مع اصحابكم عشان يستفيدوا. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامة.